رئيس محكمة جنايات مصر. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. يا ترى أنت كنت فين ليلة 3 يوليو 2013؟ الليلة اللي فيها كل حاجة اتقلبت، واللي فيها محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب اتشال من على الكرسي. بس إيه اللي حصل جوه القصر؟ إيه اللي حصل في الكواليس واللي محدش حكى عنه بصراحة قبل كده؟ اسمع يا سيدي اللي جاي. الساعة كانت 2 الظهر، محمد مرسي قاعد في قصر الاتحادية، شكله باين عليه التوتر بس كان لسه عنده أمل. حواليه كام مستشار والتليفونات شغالة والاتصالات جاية من هنا وهناك. بس في اللحظة دي كان تم سحب كل الحراسات السيادية من حواليه بدون ما يبلغوه بلاغ رسمي. المخابرات قررت تقفل الخط على الكل وبدأت العزلة. والساعة 4 العصر السيسي كان مجتمع مع البابا توادرس والشيخ الطيب والبرادعي وغيرهم. الاجتماع السري حصل في مقر المخابرات الحربية، بيتناقشوا في حاجة واحدة: هنعلن البيان امتى. بس الحاجة الملفتة بقى ان الاجتماع ده ما كانش فيه ولا حد من الاخوان ولا حتى مرسي نفسه، وطبعا ما كانش عارف انه بيتم الاتفاق على عزله. والساعة 5:30 المغرب في خبر وصل للقصر من مصدر خاص: الجيش هيعلن العزل خلال ساعات. اتصرف مرسي وقتها، طلب من مدير مكتبه يحجز له طيارة تطلع من مطار ألماظة العسكري، بس الرد كان صادم: المجال الجوي للقاهرة مغلق يا فندم ومفيش طيارة هتتحرك. مرسي اتصدم. والساعة 7 مساء القصر بيتفرغ، الموظفين بدأوا ينسحبوا، ناس كتير خدوا شنطهم ومشيوا من غير حتى ما يتكلموا. حتى الحرس الجمهوري اللي المفروض بيحموا الرئيس بدأوا ينسحبوا بالتدريج.